السلام عليكم غزالاتي الحدقات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده يا ربي. كيف كتشوفوا غادي نقادوا اليوم مسمن معمر بالشحمه والبصله اولا رغيفات معمرين. كيف كتشوفوا كيجيو مورقين، هشاش لذاذ بزاف حيت فيهم الشحمه. ما نقدرش انا بعدا نشوفوا ما ناكلش منه واخا دايره الريجيم. كيجي غزال البنات. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير وكذلك الاسرار ديالو باش ما يجيش مدقص من الداخل. ان شاء الله البنات يعجبكم هذا الفيديو، تبعوا معايا ونقولوا بسم الله. ونبداو على بركه الله. هنا البنات نفس الكميه اللي درت من الدقيق الابيض هي نفس الكميه اللي درت من دقيق الفينو. انا هنا درت 400 غرام من الفورس الدقيق الابيض و400 غرام من الدقيق الفينو. وغادي ندير واحد راس معلقه صغيره ديال بيكينغ باودر خميره الحلويات كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نحتاجوا الملح المقدار الكافي، انا هنا درت معلقه كبيره ما عمرش. وغادي نجمعوه طبعا بالماء الفاتر. خلطت المكونات او النواشف مع بعضهم هكذا حتى نسجموا صافي. وبديت مباشره في العجن. العجينه خاصها تدلك مزيان البنات. الا عندكم العجانه الروبو ديروها فيه، ما عندكمش خاصكم تدلكوها مزيان بيديكم تتبدا تطرطق لينا. هاد العجينه عاد كتسمى موجوده باش نخبزوها صافي. كيف ما كتشوفوا انا حطيتها على سطح العمل، طبعا نضيف ديما كان مسحوب بالخل عاد باش كنخدم فيه بحال هكذا. وغادي ندلكها مزيان 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 حتى ترخى. وغادي نحطوها في بلاستيك غذائي وندهنوها بشويه ديال الزيت ونخليوها ترتاح واحد ساعه ولا ساعتين. قد ما خلينا العجينه ديالنا ترتاح غادي تعطينا الطوع في الخدمه ديالها وما تعذبناش، وغادي تعطينا نتائج رائعه في الرغيفات ديالنا. الحشوه غادي نحتاجو فلافل، يعني فلفل حلو. الا عندكم الالوان استعملوهم، تقدروا ديروا غير لون واحد حسب المتوفر. انا هنا درت الاخضر والاحمر. وعندنا البصل تقريبا واحد كيلو ولا نص كيلو على حسب الكميه ولا عدد الافراد. وعندنا القليل من الشحمه او الدهن صافي. كيف ما شفتوا كنقطع داك الفلافل بحال هكذا، وكذلك البصله كنقطعها هكذا عشوائيا. وغادي نديرها في هذا الروبو هذا حيت كيقطعها لي رقيقه. ضروري تقطعوها رقيقه البنات، مفرومه رقيق باش ما تقطعش لينا الرغيفات ديالنا ملي نبداو نقرصوهم. واللي ما عندوش هذا الروبو يكتفي بديك الحكاكه اللي كنا كنحكوا فيها من زمان، راه حتى هي كتعطي نتيجه زوينه، وحتى هي كتقطعوا قطع رقيقه كيف ما بغينا. الحشوه بعد ما طحنات ليا كيف ما كتشوفوا غادي نعصرها مزيان من الماء تنتخلص من داك الماء، حيت الا كان فيه الماء غادي يجينا معجن من الداخل، غيكون مدقص ما غاديش يطيب مزيان. وغادي ناخذ الزيت النباتيه وغادي نضيف لها واحد راس معلقه ديال التحميره ونخلطهم مزيان. هذه هي الزيت اللي غادي نبقى نورق بها باش تعطيه داك اللون احمر صافي. وغادي ندوزو باش نقادو الحشوه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نديروا واحد مقدار ديال الزيت سواء النباتيه او زيت الزيتون اللي بغيتو. وغادي نديرو البصله والفلفله اللي طحناهم رقاق كيف ما كتشوفوا. هنا التوابل غادي نديرهم من بعد ما دبالو يدخلهم طياب مزيان. عاد غندير التوابل اللي هي الملحه، شويه ديال البزار، القزبور حب مطحون، هنا القليل من راس الحانوت اختياري كيجي رائع في هذا الخبز هذا. هنا شويه ديال الكمون، هنا التحميره، هنا الخرقم البلدي او الكركم، وهنا شويه ديال الزنجبيل مطحون، وهنا كيف كتشوفوا السودانيه مطحونه. وفي الوسط هنا درت الزعتر كيجي رائع حتى هو كينسم هذا الخبز هذا، كيعطيه واحد الرائحه واحد النسمه زوينه. وعندنا هنا واحد 4 ولا 5 ديال المعالق ديال القزبور ومعدنوس. وعندنا طبعا الشحمه اللي هي المكون الرئيسي، واللي كاينين الناس اللي متبعين شي ريجيم قاصح ولا شي حاجه يقدروا يستغناو عليها، انما كتجي بنينه في هذا الخبز كتعطي واحد اللذه خاصه صافي. دابا غادي نخليو
الفلفله والبصله ديالنا حتى يتشحروا مزيان ويدبلوا كيف ما قلت لكم. عاد غادي نضيف عليهم الشحمه، ومن بعد غنضيف التوابل، واخر حاجه غادي نضيفوا القزبر والمعدنوس. وانتم عندكم ميزانكم الا شفتوا الحشوه بلي راها نشفات كتضيفوا الزيت عادي، حيت هي خاصها ما تجيش عاوتاني ميدمه بزاف، انما ما خاصهاش تجي ناشفه نهائيا. هذا هو السر ديال الخبز باش يجي مقرمش وهكذا ما يكونش مدقس. والعجينه ديالنا صافي بعد ما خليناها ترتاح كيف كتشوفوا راها مدلوكه مزيان، حيت داك البلاستيك زاد خلاها تطلق والدقيق يطلق داك الجلوتين ديالو. دابا كيف كتشوفوا انا كنكورهم بحال هكذا كرات صغارين، حيت غادي ندير وحده في وسط وحده، يعني وحده في وحده، وكندهنهم هكذا من الوجه ديالهم بالزيت باش نغطيهم بواحد البلاستيك الغذائي ونخليهم عاوتاني يرتاحوا واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه على حساب الوقت اللي كان متوفر عندكم. وبعد ما ارتاحوا واحد شويه كيف قلت لكم، دابا كندوزو ونطلقوهم بحال هكذا يكونوا رقاقين مزيان مزيان. كيف كتشوفوا العجين راه كيساعد ما كيتقطع لينا ما والو، حيت مدلوك ومرتاح. كنديروا الحشوه بحال هكذا كيف كتشوفوا، كنوزعوها على سطح العجينه كامله، وكنديروا الطويه ديال المسمن اللي حنا متعودين عليها، كنطوو بحال هكذا على 4، وغادي نخليوها هكذا على جنب. وغادي نجيبوا عاوتاني وحده اخرى نسرحوها عاوتاني تتكون رقيقه مزيان، وغادي ندهنوها بشويه من داك الزيت اللي درنا فيه التحميره. ما تاخذوش من التحميره لتحت، يعني خليو داك التخت من التحت، ما تقيسوش حيت كيجي محروق في المسمن. خذوا غير الزيت هكاك ملونه، وكنديروا شويه ديال الفينو باش تورق لينا، وكنحطوا فيها ديك الرغيفه اللي كنا عمرناها بالحشوه، وكنعاودوا نردوا نسدوها بنفس الطريقه ديال المسمن المعتاده. طريقه راها واضحه في الفيديو وسهله جدا. هذه الطريقه هذه كتساعد باش انه الحشوه ما تخرجش لينا ملي غادي نقرصوهم باش نطيبوهم، ما كتخرجش لينا ديك الحشوه هكذا وتبقى تحرق لينا في الزيت وتعطيه داك الكحوله وتعطيه المذاق خايب والدخاخن في الدار. هذه هي الطريقه باش كيجي هكذا مورق اكثر، والحشوه كتبقى لداخل ما كيتقطعش لينا المسمن ديالنا. يعني طريقه رائعه جدا، جربوها البنات راه غادي تعجبكم وغتولي عندكم معتمده ان شاء الله. صافي انا غادي نستمر على هذه الكيفيه هذه حتى نسالي ونقدر الرغيفات ديالي كاملين كيف كتشوفوا. غادي ندير وحده في وحده جميع الكميه ونطلقاو ان شاء الله باش نبداو نطيبوا. صافي بعد ما ساليت جميع الكميه كيكونوا الرغيفات اللي ربعناهم هما الاولين كيكونوا طلقوا وموجودين باش نقرصوهم ونطيبوا ويطيبوا. وها نتوما كتشوفوا كتقرصوهم غير واحد شويه على حسب قداش المقله ديالكم. راه كبارين غير في التصوير كيبانوا بحال موين، وكديروهم في المقله مرشوشه بالقليل من الزيت. ما كتخليوش بحال راكم عارفين الطياب ديال المسمن ولا الرغايف ما كنخليوش حتى كتطيب لينا من التحت. كنحطوها كتحسبوا واحد 30 ثانيه يعني نص دقيقه، وكترشوها بالقليل عاوتاني من الزيت وكتقلبوها باش تنفخ لينا وتورق لينا من الداخل هكذا تجي مخرقه. اما الا خليتو حتى طاب من التحت 100% ما غاديش يجي مورق. هذا كتشوفوا كيف ما كتشوفوا الطريقه ديال طياب المسمن راه الكل كيعرفها، غير كنحاول نشرح بالنسبه للمبتدئات. وغادي نستمر بحال هكذا كيف كتشوفوا راه كيتنفخ. انا مستعمله 2 مقلات باش نسالي بالزربه، ديما كنطيب في 2 مقلات باش كنعاون، وكنقلبوها بحال هكذا كتنفخ لينا وكيتورقوا ما شاء الله. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نسالي الكميه كامله. وهذا هو مسمن الشحمه اولا رغيفات معمرين بالبصله والشحمه
كيجيو غزالين البنات، يستاهلوا انكم تجربوهم، غزالين بزاف. انا بصراحه ما كنقدرش نديرو ما ناكلوش، واخا دايره الريجيم كناكل وحده بعدا على الاقل، ما كنقدرش نشوفو. وكيجي بنين البنات، مورق خفيف هشيش مقرمش ولذيذ لذيذ. ديك الشحمه اللي كتكون فيه كتعطي واحد اللذه ما نقدرش نوصفها لكم. كنتمنى يكون نال اعجابكم الفيديو ديال اليوم البنات، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم بخير والى اللقاء.